تكون سمعتي بزاف ديال القصص وبزاف ديال الجرائم، ولكن هذه ديال اليوم شي حاجه بزاف. البوليس غادي يلقاو جثه ديال ولد صغير اللي كانت بلا راس وبلا يدين، كانت مرميه في الزبل. ولكن شكون اللي يقدر يدير هذه الجريمه الشنيعه في حق وليد صغير ديال 5 سنين؟ هذه حاجه اللي ما طيحش لك على البال. بلا ما نطول عليكم وخلينا نكتشفوا جميع الاحداث ديال هذه القصه. ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب واشتركوا في القناه الا بغيتوا نبقاو نديروا بحال هاد القصص. بدينا على بركه الله. ناديه وحسن غادي يتزوجوا، غادي يرزقهم الله بوليد واللي سموه محمد علي. كانت الامور عاديه في الاول، ولكن من بعد ناديه غتكتشف باللي الزوج ديالها مبلي بالمخدرات ومبلي بالقمر، وكان ديما كيشفر ليها ذهبها وكيشفر الحوايج من الدار كيخرجهم يبيعهم باش يقمر. من بعد المعاناه وعيات ما تصبر معاه، ومن بعد 3 سنين غادي تطلب منه الطلاق، غادي ترفع عليه دعوه وغادي يطلقوا، وغادي تحكم عليه المحكمه ب 18,000 درهم، وغتحكم عليه كذلك بالنفقه على الوليد اللي كان واحد المبلغ صغير شهريا. صافي غادي يتفارقوا وكل غادي يبني حياته. ناديه ما كانتش كتمنع بديال محمد علي باش يشوف ولده، كان ديما كيتصل بجداه باش يتواصل مع ولده ويدوي معاه، وحتى من ناديه كانت العلاقه ديالها معاه مزيانه وما كاين حتى شي مشكل بيناتهم. حسن ما كانش كيعطي النفقه لولده، ومع ذلك ناديه ما عمرها ما دعاتو وما عمرها ما طالباتو بهذا الحق ديال ولدها، وما عمرها فكرات تمشي تدعيه. غادي يكبر محمد علي وغيدير 5 سنين، وفي هاد الوقيته با اللي هو حسن غادي يتعرف على واحد البنت اللي سميتها فردوس وغادي يتزوج بها. وكان محمد علي مره كيمشي عندهم للدار كيضل معاهم النهار كامل، ولكن ما كيباتش، كيدوز معاهم النهار وفي العشيه كيرجع عند امه، حيت هما اصلا كانوا ساكنين في نفس الحي تقريبا. ونهار 23/11 في 2019 وكان بالسبت، محمد علي كان كيقرا في المدرسه، مشى في الصباح المدرسه وكان خارج مع 11. ناديه في هذاك النهار بقات كتسنى في ولدها يرجع كيف العاده من المدرسه، ولكن ما غاديش يرجع. غادي تعيط لامها وتسولها عليه، بحكم انه كان مره كيمشي عند جداه اللي كانت كتبيع الخبز في السوق كيجلس معاها. امها غتقول لها باللي ما جاش عندي وما عندي عليه حتى خبر. تبرصات شويه وهنا غادي تعيط لباه غتسولو. ملي عيطت لحسن اللي هو الطليق ديالها سولاتو على ولده، قال لها باللي ما شافوش، حتى هو غيتخلى عليه وغادي يقول لها علاش ما مشيتيش عند البوليس ديكلاريتي. ناديه غتقول لي بلا ما نزربو ما كاين لاش دابا، يقدر يكون غير كيلعب مع الدراري ومشاو لشي بلاصه، غادي نبقى نتسنى فيه حتى يبان، وإلا ما بانش هذيك الساعه غنشوفوا شنو غنديروا. ناديه غتخرج للزنقه وغتجمع الدراري ديال الدرب وغتدور معاهم باش يقلبوا معاه عليه. وفعلا كلشي كيقلب على محمد علي في ذاك النهار، ولكن ما غاديش يبان ليه الاثار. غتعاود تتصل باه وغتقول ليه بلي محمد علي ما بانش وما لقيناش. هنا غادي يتخلع وغادي يخرج هو ومرتو فردوس وبداو كيقلبوا معاهم. كلشي كيقلب ولكن ما كاين خبر عليه. باه غيمشي للمدرسه غيسول عليه، قالوا ليه باللي كان في المدرسه الصباح وخرج مع الدراري مع 11. عقلهم غادي يخرج الولد بحال تحلات الارض وبلعاتو. وملي عياو يقلبوا بلا نتيجه غادي يضطروا باش يمشيو لعند البوليس يديكلاريو. ملي غادي يمشيو عند البوليس غادي يقولوا لهم باللي ما عندكمش الحق ديكلاريو حتى تدوز 48 ساعه. هنا غادي يضطروا باش يخرجوا للاعلام. ومشى باه عند واحد الصحفي ودار معاه لقاء واللي كان كيهضر فيه وهو محروق على ولده. كيف بقيتي اخي؟ كيف بقيتي مع هاد الفاجعه ديال الوليد ديالك؟ الحمد لله حنا اللهم لك الحمد. حنا كنتقدم. عندما واش سمعتي شي اخبار، شي واحد قال لك شفتي في شافوا في شي جهه؟ لا والو استاذه ما كاين حتى شي حاجه، هنا ما نقلبوا باقي دابا ما كاين حتى شي حاجه. ممكن تعاود لي كيفاش نعاود لك استاذه، قالوا لي العيا خرج ما بقاش عادي يعني قرا الصباح عادي خرج بحالو بحال العيال. عاوتاني عيطني ماه قالت لي سير قلب في الحومه شوف، عيط في الدار حدا باب الدار وديك الشيء. مشيت كنعيط ما كاين حتى شي حاجه. وكيطلب من الناس ومن الجهات المختصه باش يقلبوا معاه على ولده ويلقاو ليه ولده، وكاع لي باج فيسبوك والصحافه وكل شيء دار الاعلان على الضياع ديال الطفل محمد علي، لعل وعسى يلقى شي واحد ولا يعطيهم عليه شي اخبار. وفي الصباح ديال الحد البوليس غيوصلهم اتصال كيقول فيه بلي لقى واحد الجثه وبين فيها ديال بنادم في مطرح ديال الازبال اللي كاين في مدينه العريش. هنا البوليس ملي غادي يمشيو فعلا غادي يلقاو رجلين ديال دري صغير اللي مقطعين على جوج، وغادي يلقاو النص الفوقاني ديال الجسد بلا يدين بلا راس، ومن خلال الحجم ديالها تبين انها ديال ولد صغير. غادي يديو الجثه للتشريح
وغيعيطوا على العائله ديال محمد علي باش يتعرفوا على الجثه. غيمشيو للدار وغيلقاو غير جداه اللي هي متناديه وغيديوها معاهم باش تتعرف عليه. المراه كبيره مسكينه مع حلو داك ليزار مع تخلعات وبقات غير كتبكي وما عطاتهم حتى خبار وما قدراتش تتعرف عليه. وهي جايه خارجه كتبان ليها بنتها ناديه جايه ومصدومه والاثار ديال الخلعه باينه على وجهها. دخلات باش تعرف حتى هي على الجثه. ملي غادي يعريو على الجثه اللي بطبيعه الحال بلا راس بلا يدين غتمشي ديريكت للرجلين، وهنا غتعرفوا باللي ولدها بحكم انه كان مريض الصبع الكبير ديال رجلو. ومع ذلك ما تيقاش وباش تاكد تفكرات باللي ولدها عنده واحد التوحيمه جيت صدرو، وفعلا غتمشي تقلب جيت الصدر وغادي تلقاها. ما غوتاش ما بكاش، بقات غير كتشوف وكتقول كلمه واحده واللي هي الحمد لله. البوليس من بعد ما تاكدوا بانه ولدها غادي يعمقوا البحث كثر وحاولوا يعرفوا المجرم في اسرع وقت. اول حاجه غتجي في بالهم هي الكاميرات اللي كاينه في الحي ديالهم، وفعلا غادي يمشيو وغيلقاو واحد العطار عنده كاميرا اللي كانت في الحي ديالهم. غادي يعطيهم التسجيل ديال الكاميرا، بقاو كيتفرجوا والامور كانت عاديه. واحد شويه غادي يبان محمد علي اللي كان جاي حتى غادي تلقى ليه واحد المراه اللي كانت دايره الزيف. سلمات عليه وبقات كتهضر معاه شويه، شد ليها في يديها ومشى معاها. وهاد المراه كانت هي فردوس مرات حسن اللي هو باه. هنا البوليس غادي يشكوا باللي فردوس هي مولات الفعله، خصوصا انهم ملي سولوها قالت لهم شي يومين ولا 3 ايام هذه ما شفتو، وفي الكاميرا كيبان ان في ذاك النهار تلاقات معاه وداتو معاها. اذا شي حاجه تما. غادي ياخذوا الاذن بالتفتيش المنزل ديال حسن وفردوس، وفعلا غادي يمشيو وغادي يدخلوا للدار. غادي يبقاو يقلبوا وما غادي يلقاو والو، حتى واحد البوليسي هو كيقلب غيحل الفريغو ديال الثلاجه، وهنا فين غادي تكون واحد الصدمه اللي خايبه. غادي يلقى قدامه راس ويدين ديال بنادم اللي كانوا مجمدين، وكانوا هادو هما الكماله ديال الجسم ديال محمد علي. وهنا مباشره غادي يشدوا فردوس وحسن اللي هو باش محمد علي. هاد الخبر ملي غتنتشر كلشي كان كيوجه لاتهام الفردوس اللي بطبيعه الحال هي زوجة الاب ديالو، فطبيعي انها تقدر تشدها الغيره وتبغي تهنى منه. غادي يبداو التحقيق مع فردوس واللي قالت لهم في الاول بانها ما كانتش قاصده تقتلو، وباللي هو دار شي قباحه دفعاتو طاح على الدرجه ومات، وملي مات تخلصت من الجثه بهذه الطريقه، وكتقول باللي هادشي دارتو بوحدها وحسن ما عنده حتى دخل في هذه القضيه. ولكن البوليس ما غاديش يدخل لهم الراس، وغادي يعمقوا معاهم البحث مزيان وغادي يزيروهم، وغادي يديروا معاهم واحد القضيه اللي غادي تخليهم ينهاروا ويعترفوا. غادي يديهم وغادي يوريهم الجثه ديال محمد علي وهي مكرفسه ومقطعه بهذيك الطريقه. تما فين غادي ينهاروا وغادي يعترفوا بكل شيء. قالوا باللي من شحال هادي هما كيفكروا يقتلوا محمد علي، وكانوا كيقلبوا على شي خطه اللي تكون مدروسه مزيان وما تخلي حتى شي واحد يشك فيهم. وفي ذاك النهار فردوس مشات عند محمد علي وقالت ليه باللي باك داير لك واحد عيد ميلاد وقنعاتو باش يمشي معاهم. وفي هذيك اللحظه هي فاش صوراتهم الكاميرا ديال العطار. طلبات من محمد علي يحيد حوايجو باش تدوش ليه باش يكون نقي في العيد ميلاد ديالو. وهنا غادي يتعاونوا عليه بجوج، هي وباه اللي هو حسن، وغادي يخشيو ليه راسو في السطل وغادي يبقى حتى غيموت. تعاونوا على الجثه بجوج وغادي يقطعوها وغادي يحتفظوا بالراس واليدين في الثلاجه وغادي يرميو باقي الجثه في الزبل. في هاد القضيه هي تفكر وما تفهم والو كيفاش قدروا هاد الجوج يديروا هاد الفعيل في دري اللي صغير اللي مازال عنده 5 سنين. نتقبلوا ان مرت الاب تقدر ديرها، ولكن بواه اللي هو حسن كيفاش عطاه خاطرو يقتل ولدو ويقردو ويرميه في الزبل ويخرج قدام الصحافه ويدوي بحال ما كاين والو. وهذا الشيء كامل حيت فردوس مازال كتحس بالغيره من ناديه اللي هي الزوجه ديال حسن الاولى، حيت مازال كدوي معاه والعلاقه ديالهم مزيانه، وحيت بيناتهم ولد خافتو انه يرجع لها شي نهار. اما بالنسبه لحسن فكيقول دار هذا الشيء باش يتهنى من النفقه اللي تجمعات عليه باش تولي ناديه صفحه وطواها وتهنى منها بمره. من بعد ما غادي يساليو معاهم التحقيق وبالاعترافات ديالهم غادي تتابعهم المحكمه تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وغادي تحكم عليهم بالاعدام ومع غرامه ماليه اللي كانت 50 مليون. قضيه ديال اليوم سالات، تهلاو في راسكم ونتشوفوا في قضيه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.